السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم بفيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض الوردة الجميلة دي. هنفذها بخيط قطن متوفر عندي، وهستخدم معاه ابرة مقاس 2.5. طبعا تقدري تستخدميه اي نوع خيوط من انواع الصوف، او في نوع قطن برضو بيبقى تخين شوية عن ده. تقدري تستخدميه وتستخدمي معاه الابرة المناسبة ليه. طبعا بتعرفي الابرة المناسبة بان انت بتجيبي الخطاف بتاع الابرة، بتعمليه بالشكل ده كده. لو دخل وهو مرتاح زي ما احنا شايفين كده، يبقى كده الابرة مناسبة ليه. لو لقيتي الخيط بتاعك تخين قوي كده ومداري الخطاف بتاع الابرة، يبقى كده خلاص الابرة عايزة تكبر شوية. لو لقيتي ان الخيط رفيع قوي والخطاف بتاع الابرة تخين، يبقى انت كده برضو عايزة حاجة مناسبة. فتحاولي ان انت تختاري الخيط المناسب لحجم الابرة المناسبة ليه، عشان الشغل بتاعك يطلع مظبوط. هنبتدي ان شاء الله نعمل الوردة دي. معانا هنعمل اول حاجة عقدة البداية، بعد كده هطلع ب60 سلسلة. بعد كده، بعد ما طلعت ب60 سلسلة، هبتدي ان انا الف على الابرة بالشكل ده، واعد معايا 1 2 3 4. بدخل في الغرزة رقم 4 بالشكل ده، 1 2 3 4. الغرزة رقم 4 اهي، هدخل فيها واشد الخيط واعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده بعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. بلف على الابرة وبدخل في نفس المكان اللي انا عملت فيه العمود ده، وبخرج اعمل عمود كمان. بعد كده بلف على الابرة وبعد 4، 1 2 3 4. بنزل في الغرزة وبعمل غرزة عمود بلفة، وبعد كده اطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4. بلف على الابرة وبنزل في نفس المكان اللي خارج منه الغرزة، وبعمل فيه غرزة عمود بلفة. بعد كده بلف على الابرة وبعد معايا 1 2 3 4، وبطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. بلف على الابرة وبنزل في نفس المكان اللي انا فيه خارجة منه الغرزة ديت، وبعمل غرزة عمود بلفة. بكمل السطر بتاعي بالشكل ده، بكون الفراغات دي زي ما انتوا شايفين كده. بلف على الابرة وبعد 4، 1 2 3، وفي الرابعة بدخل فيها بالابرة وبشد عشان اعمل غرزة عمود بلفة. بعد كده بطلع ب4 سلاسل وبنزل في نفس الغرزة اللي انا خارجة منها بالشكل ده، وبعمل غرزة عمود بلفة. كده خلصت السطر بتاعي كله فراغات بقت معايا بالشكل ده كده. بعد كده ببتدي سطر جديد، برتفع ب2 سلسلة، 1 2. بعد كده الفراغ اللي هيقابلني اول حاجة بعمل فيه 10 عواميد بلفة، 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10. كده انا عملت جوه الفراغ اللي قابلني اول حاجة 10 عواميد. بعد كده الفراغ اللي بعد منه ده هنحس ان هو نازل لتحت شوية، ده هنعمل فيه غرزة حشو. بعد كده هنتنقل للفراغ اللي بعده هنعمل فيه 10 عواميد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده الفراغ اللي بعد منه هنزل واعمل فيه غرزة حشو بالشكل ده، وبكمل السطر بتاعي بالشكل ده. الفراغ اللي هنحس ان هو طالع لفوق ده هنعمل فيه 10 عواميد. اللي بعد منه اللي هو تحت ده بننزل فيه وبنعمل غرزة حشو. كده انا خلصت البتلات بتاعه الوردة، بقت معايا بالشكل ده. فاضل معانا دي سلاسل الارتفاع اللي احنا كنا عاملينها في البداية. هبتدي ان انا ادخل فيها واعمل غرزة الحشو الاخيرة. بعد كده باخد غرزة تأمين وبخرج من الشغل خالص بالشكل ده، وبجيب الفتلة اللي معانا دي وبدخلها في ابرة التنظيف كده. بجيب الوردة معانا من بداية الشغل بالشكل ده كده، وبحاول ان انا الفها كده. بالشكل ده. ببتدي بقى اشبكها في بعضها من خلال الفراغات اللي موجودة قدامي دي، وما شدش الخيط جامد قوي، بعملها كده واحدة واحدة لحد ما تثبت معايا. كده خلصت معايا الوردة زي ما احنا شايفين. جميلة جدا وسهلة وبسيطة، تقدري تستخدميها في تزيين اعمال كتير قوي من اعمالك الكروشيه. بتمنى انها تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.